هو ايه اللي ممكن يوقف صفقة انتقال لاعب؟ مشاكل في الفلوس او خلافات بين الاندية او رأي اللاعب يتغير. لكن ايه احساسك لما تعرف ان الكشف الطبي ممكن يغير مسيرة لاعب تماما؟ النهارده هنتكلم عن اشهر اللعيبة اللي كانوا على وشك الانتقال لفرق كبيرة، لكن الكشف الطبي هو اللي قال كلمته، والنتيجة ان جزء منهم رجع اقوى، الجزء التاني مسيرته انتهت تماما. اهلا بيكم في حكاية جديدة من حكاية الكورة. في الكورة انا معدي، تيجي تاكا في الكل بنودي، قفلت الفورة ومش هنهدي، جبنا اللعبة وجينا هنحكي. سنة 2000 جون هارتسون كان بيدور على فرصة جديدة بعد فترة مليانة بالإصابات مع ويمبلدون، ونادي رينجرز الاسكتلندي كان مهتم جدا إنه يضمه، واللاعب خلاص على وشك إنه يلبس التيشيرت الأزرق، لكن الفحص الطبي كشف إن التعاقد معاه فيه مخاطرة وان لياقته مش احسن حاجه. ديفيد موراي رئيس النادي وقتها قال التسجيل ضد هدرسفيلد حاجه والتسجيل ضد جالاتا سراي في دوري الابطال حاجه تانية. هارتسون مش بس فشل انه ينضم الرينجرز، لكنه فشل في التعاقد مع توتنهام وتشارلتون في نفس الفتره لنفس الاسباب، الكشف الطبي. المهاجم الويلزي كان بيلف على الأندية ويترفض بنفس مشاكل اللياقة البدنية، ولكن الراجل ما استسلمش. في النهاية راح لسلتيك، النادي المفضل للزعيم عادل شكل بعد الاتحاد السكندري، وهناك كتب اسمه في تاريخ النادي. 88 جون في 146 ماتش سجلهم المهاجم الويلزي عشان اسمه يتكتب في تاريخ نادي سيلتيك. اخد بيهم 3 ألقاب دوري و2 كاس. تخيل انه لو كان استسلم وقتها بالتأكيد اسمه كان اختفى تماما من الكوره. استنى يا صاحبي، راح فين؟ قبل ما نخش على الحكايه اللي بعد منها سيب لنا كومنت حلو، تستنى اخر لاعب عشان هو مفاجاه. موتهم على الواف زي باجيو، اسياد البلد. في صيف 2014 لوي كريمي كان طالع من موسم قوي مع نيوكاسل، مسجل 14 جون في 26 ماتش، بالتالي خطف انظار ليفربول عشان يدفعوا الشرط الجزائي بتاعه مع الكوي بي ار. كل حاجه ماشيه تمام، واللاعب سافر مع الفريق لامريكا عشان يكمل الاجراءات، ولكن فجاه وبعد الكشف الطبي ليفربول انسحب من الصفقه وقال ان اللاعب عنده مشكله طبيه. القرار ده كان غريب جدا لدرجة ان هاري ريدناب مدربه وقتها استغرب وقال مستحيل يكون في مشكلة طبية، الراجل لياقته ممتازة. المهم ان ليفربول انسحب، بس بعدها بايام قليلة تشيلسي دخل في الصفقة وتعاقد معاه من غير اي مشاكل. اللاعب طبعا ما صدقش وقتها، ولكنه مبسوط ان حلمه ما راحش وراح لفريق كبير في الدوري الانجليزي. وانا لساني ميسي برقصهم اول في الملاعب. بعد كاس عالم 2002 المدافع الايرلندي جاري برين كان متفق انه ينتقل لانتر ميلان. تخيل كده ابن عمي، من كونفنتري سيتي لانتر ميلان على طول. لكن الحلم ده تحول لكابوس بسبب الكشف الطبي. على لسان برين بيقول ان قبل ماتش اسبانيا كنت متفق مع انتر ميلان على كل حاجه، ولما رجعت دبلن طرت على ميلان عشان اخلص الاوراق كلها والكشف الطبي، ولكني فشلت فيه بسبب دكتور غبي. فبعد ما كان على وشك انه يلعب مع الظاهره رونالدو وزانيتي، انتهى بيه الحال انه ينتقل لويست هام، وبعد موسم فاشل مع ويست هام وهبوط لويست هام بينتقل بعدها لساندرلاند عشان ينتهي تماما، عشان نعرف ان الفرق بين الحلم والواقع هو مجرد تقرير طبي. واحده 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 واحده. انت لحد دلوقتي ما سبتش كومنت ولا دوست اللايك؟ طب في سبسكرايب هنا، يعني في هنا سبسكرايب، حاول تدوس عليه كده. يلا بينا نكمل. اسياد البلد اعمل عليك. اما في صيف 2000 مانشستر يونايتد كان اتفق مع بي اس في ايندهوفن على ضم فان ستروي ب 18.5 مليون استرليني، وفعلا اللاعب سافر انجلترا وكان المفروض يقدموا الصفقه في مؤتمر صحفي، لكن الاعلان عن التوقيع اتحول لاعلان عن تاجيل. الفحص الطبي اكتشف ان اللاعب لسه مش متعافي تماما من اصابته في الركبه. بي اس في رفضوا ان هم يعملوا اي اختبارات اضافيه واتلغت الصفقه. الناس وقتها قالت ان فان ستروي انتهى، وان مانشستر يونايتد كان محظوظ انه ما مضاش مع لاعب مكسح. بس بعد سنة واحدة بس مانشستر يونايتد بيرجع ويمضي معاه عشان يكون واحد من اعظم المهاجمين في تاريخ الشياطين الحمر. عملت برنامج زي راسي الغريبة فيلم المجال ده الشيتا. اي سي ميلان كمان ليه نصيب من الموضوع ده، فالبيج ميلان كان قريب من التعاقد مع إلي سيسوكو مقابل 15 مليون يورو، بس الكشف الطبي وضح انه عنده مشاكل في الاسنان. فمش انت لوحدك يا سيسوكو والله، بس الموضوع ما كانش هزار، لانهم قالوا ان المشكله دي ممكن تسبب مشاكل مستقبليه في العمود الفقري. بس الميلان حاول يستلوح وحاول يقلل سعر الصفقه من 15 مليون يورو باي شكل، اللي هو انت يعني البضاعه بايظه، لا 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 مش عايزينها، طب يعني كرمنا فيها عيب والله الخياطه بايظه، وهكذا.
بس طبعا الاتفاق باص والسوكو راح في الاخر لليون، وهناك مسيرته ما كانتش بالشكل الكويس المتوقع، وكان واضح ان الميلان معاه حق. المجال ده الشيتا ظهر شيبة زي شكل تخسر في 2011 بقى ديمبابا كان رايح ستوك سيتي ب7 مليون استرليني، وكل حاجه كانت تمام لحد ما الفحص الطبي في ستوك سيتي كشف ان ديمبابا عنده مشكله في الركبه، فالنادي قرر ان هو ينسحب من الصفقه. ستوك كانوا شايفين ان هم بيتجنبوا كارثه، لكن الحقيقه ان هم ضيعوا على نفسهم مهاجم من العيار التقيل بعد اسابيع قليله واستهام بيمضي معاه. بعدها راح نيوكاسل وبعدها راح تشيلسي، وما ينفعش اتكلم عن ديمبابا من غير ما اجيب سيره جونه في ليفربول. بعد ما حكينا قصه 6 لعيبه الكشف الطبي غير في صفقات انتقالهم، بنشوف ان في لعيبه رجعت اقوى ومسيرتها كملت بعد كده، ولعيبه تانية انتهت ومسيرتها اتدمرت بالكامل. فالخلاصه يا صديقي في الموضوع ده كله ان القرار بيكون قرارك انت اللي هتسلم نفسك للظروف وترمي كل حاجه على الشماعه، ولا هتنحت في الصخر عشان تبني لنفسك اسم. لو وصلت لحد هنا فانا بشكرك جدا. اما عن اللايك والسبسكرايب فهو بيدعمنا عشان نكمل في الكونتنت بتاعنا. اشوفكم في حكايه جديده من حكاوي الكوره.